زمان في القاهرة قبل الميكروفونات والراديو كان صعب على الناس يعرفوا امتى بالظبط المغرب، والناس كانت بتبص للسما ومستنية حد يقول لها خلاص جه وقت الفطار. في أوائل القرن ال19 وفي حكم محمد علي باشا كان الجيش بيجرب مدفع جديد فوق قلعة صلاح الدين. المدفع اتضرب بالصدفة لحظة غروب الشمس في رمضان، وصوته انتشر في كل أحياء القاهرة. الناس بصت لبعضها وقالت ده ميعاد الفطار، وفطروا على طول. ومن هنا بدأ تقليد مدفع رمضان. ومع مرور الوقت وفي زمن الخديوي إسماعيل الموضوع اتنظم رسميا، ولما عرفوا إن دي مجرد تجربة ما زعلوش، بالعكس دول فرحوا جدا. وبقى في مدفع للفطار ومدفع للسحور وأحيانا مدفع لبداية الشهر. المدفع في الأول كان وسيلة عملية يوصل الوقت للناس، لكن مع الوقت صوت المدفع بقى حاجة أكبر من كده. مدفع رمضان مش طلقة في الهواء، ده صوت بيوصل الناس ببعض ويقول لكل بيت يلا افطروا وربنا يتقبل. وبس كده، ادعي كتير وما تفوتش صلاة. في أمان الله.